خلال 48 ساعة بس مش هتصدق ايه اللي حصل في الاقتصاد المصري. الفيديو ده مهم جدا لو عايز تعرف الضرب اللي بيحصل ده أثر علينا في مصر ازاي، ولو الموضوع طول شوية هيأثر علينا ازاي، والمفروض دلوقتي تعمل ايه عشان تأمن نفسك. كمل الفيديو ده للآخر عشان فيه أخبار مهمة. مبدئيا كده إسرائيل أغلقت حقول الغاز ووقفت تصدير الغاز لمصر، وده كمان جاي في الصيف اللي هو استهلاكنا أصلا في الكهرباء بيزيد من غير وقف الغاز. عشان كده الحكومة طلعت قرار بوقف ضخ الغاز والسولار للمصانع كثيفة الاستهلاك لمدة أسبوعين، عشان الضخ كله يتوجه محطات الكهرباء، وده ممكن يأثر على أسعار بعض السلع. والحكومة كمان بتدرس تخفيف الأحمال لو الوضع ده استمر، وكمان وقفت ضخ الغاز لمصانع الأسمدة لأجل غير محدد، وده هيأثر على أسعار المحاصيل الزراعية. سعر برميل البترول عالميا زاد 13% خلال ال 48 ساعة اللي فاتت، وده طبعا هيأثر علينا لأننا دولة بتستورد البترول بالدولار، وبالتالي الطلب على الدولار هيزيد، ولو الوضع استمر أكتر من كده ده ممكن يخفض قيمة الجنيه. غير كمان إن في أموال ساخنة ابتدت تخرج من مصر خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا بأرقام كبيرة بسبب تخوف المستثمرين من التوترات الإقليمية، وده برضه لو استمر ممكن يخفض قيمة الجنيه. البورصة المصرية امبارح خسرت 93 مليار جنيه في يوم واحد، وتم إيقاف التداول على 47 شركة بسبب الانخفاض الحاد. كل اللي بقوله لك ده حصل خلال ال 48 ساعة بس اللي فاتوا، ومصر بتحاول تواجه الأزمة دي بكل طاقتها. بس المشكلة لو الضرب استمر الموضوع هيبقى صعب، وتأثيره علينا هيبان أكتر، وممكن يخفض قيمة الجنيه بأرقام كبيرة ويحصل تضخم تاني، وده اللي بنتمنى انه ما يحصل. طيب عشان حضرتك تأمن نفسك المفروض تعمل ايه؟ هما حاجتين ما لهمش تالت في الظروف دي. رقم واحد، الذهب لو هتسيبه لفترة طويلة، وخد بالك لو الضرب ده وقف وارد سعر الذهب ينزل، لكن لو الضرب فضل مستمر فترة أطول سعر الذهب هيزيد. رقم اتنين، العقارات، بس تكون في مناطق حيوية علشان يبقى بيعها سهل. وتاني بقول لك لو الوضع ده استمر أسعار العقارات هتزيد بسبب التضخم. للأسف أي حدث كبير بيحصل في العالم بيأثر علينا وعلى كل الدول مش علينا بس، عشان كده لازم تأمن نفسك من أي حاجة ممكن تحصل. أهم حاجة ما تسيبش فلوسك ورق، دايما شيلها في حاجة تحفظ قيمتها أو تزودها، خصوصا في الظروف اللي زي دي. أنا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو.